مبروك لأشبال الأطلس. المنتخب المغربي إلى النهائي يا شباب. الله أكبر على المكسب، وصلنا للنهائي مش مصدق. يقصي المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي ويزيحوا من طريق البطولة إلى النهائي وضد المنتخب الفرنسي، وهم متابعين المغرب وتابعين الأقصى لي باج. تبتسم لأشبال الأطلس بعد لحظات عصيبة، تشويق وإثارة إلى آخر اللحظات كما تتابعون من خلال الشاشة. الأرجنتين ستواجه كولومبيا بعد قليل. ألف مبروك لنا جميعا. ألف مبروك. الكرة تكافئ المجتهد. اللاعبون مجاهدون وكسبوا، والمدرب غامر وكسب. برافو برافو هبي، وبرافو اللاعبين في وجود أبطال محمدي. أبطال برافو عليكم. لا ينهزم المنتخب المغربي. صحيح صحيح. انا سعيد بالحقيقه، ولكم جميعا مبروك كابتن عزيز، مبروك امين بالحقيقه، ومبروك للشعب المغربي، ومبروك الحقيقه لمنظومه كره القدم المغربيه تستحق من يحتل المستقبل، يستحق كل هذا الحقيقه. نتائج على كل الاصعده، على كل المستويات، في كل المستويات بالحقيقه. تهانينا للجميع. تغييرات، يقوم بالتغييرات، يدخل الحارس هو اللي يتصد ضربه الجزاء، يدخل لاعبين كامل الثروه البدنيه هم اللي يسجلوا ضربه كسب الرهان. كسب الرهان لان كانت مغامره ولكن المدرب جريء. برافو وهبي. ألف مبروك لأشبال الأطلس، الوصول لأول مرة في تاريخه من المباراة النهائية في تتمة، ومواصلة للإنجازات المغربية على مستوى المنتخبات في السنوات الأخيرة. فرحة مستحقة لهذا الجيل من اللاعبين الذي قدم بطولة استثنائية. مبروك لأسود الأطلس. أنا مش هقول أشبال الأطلس، ده يستحقوا إن يتقال عليهم أسود. لا، دول مش أشبال يا جماعة، مش أشبال أبدا، ده أداء أشبال يعني. وهذا الشبل من ذاك الأسد، ولكن اللي حصل دوت ما حدش يقول لي دول أشبال يا جماعة. المغرب أقصت منتخب فرنسا اللي أقصاهم من مونديال قطر بظلم تحكيمي بين. استحق عليه المنتخب المغربي الأول الصعود لنهائي كأس العالم، ولكن ظلموا وحرموا. واليوم في هذه البطولة يقصي المنتخب المغربي المنتخب الفرنسي ويزيحوا من طريق البطولة، وكسر عقدة الخواجة بعد ما عادت فرنسا وتعادلت. كلنا قلنا خلاص، ولكن هما أسود يا جماعة. فرنسا كانت متشبثة بالماتش، مش عايز تخسر، ولكن بيلعبوا قدام حماس ومنظومة كروية رائعة اسمها منظومة المنتخب المغربي، ومغاربة رجال سود رافضة انها تخرج من الباب الضيق. الناس كلها تكتب دلوقتي ديما مغرب، الناس كلها، انا عايز كل الناس تكتب ديما مغرب. اللي حصل دوت شيء لن يتكرر كتير، والانجازات اللي احنا بنشوفها في المكان ده بصراحة يعني انا ما شفتهاش. اعتقد ان ده اكبر انجاز حصل، ومحدش شاف الكلام ده قبل كده. إلى النهائي وضد المنتخب الفرنسي، والحمد لله كسرنا العقده ديال المنتخب الفرنسي. طلعنا النصف نهائي 2022، طلعنا النصف نهائي الاولمبياد. اليوم ما كانش نصف نهائي، كان النهائي. طلعنا نصف نهائي 2005 المنتخب الاول. اليوم النهائي الحمد لله، رغم كيد الحاقدين، رغم صحافه زيكو، رغم اللي يكره لقجع ومنع وكذا. الحمد لله لقجع، والجامعه الملكيه المغربيه والدوله المغربيه وفرت لهذا الشبان كل شيء. الحمد لله اليوم راه تعطي الاكل ديالها، غادي يلعبوا نهائي كاس العالم، وان شاء الله يجيبوا كاس العالم رغم كيد الحاقدين. لانه ملي بنى هذاك الملعب مسكين، هذاك الملعب ما شاء الله ملعب عالمي، وهما تابعين المغرب وتابعين الاقصى لي باج. اليوم مغاربه اثبتوا للعالم بانهم منظومه كرويه عالميه، ما يتنافسوش مع الافارقه. حنا اليوم واش مشينا درنا؟ مشينا استقبلنا المنتخب اللي ربح الصومال وتاهل لكاس العالم. اول 11 عام ما تاهلناش كاس العالم، تاهلنا كاس العالم، استقبلوهم وكذا. تخيل الفرق كيفاش داير. الناس فين تفكر؟ الناس تفكر تخدم، والناس طلع الشباب ديالها ووصلت نهائي كاس العالم الاوفا مع من؟ اسبانيا. تخرج اسبانيا، تخرج البرازيل، تخرج كوريا، تخرج امريكا، وتزيد تخرج اليوم تخرج المنتخب هذا الشرس، يعني ماشي سهل. تخرج فرنسا وتأهل نهائي كاس العالم بفضل الرجال، بفضل 11 موقع، كل شيء 11 موقع 5 اللي كان مع الصطاف ديك، بفضل الرجال وبفضل الجامعه اللي خدامه. ووهبي برافو عليك سي وهبي، سكت كل شيء وخدمت، ويعني ما شاء الله والله العظيم راه الفرحه والاستري. مليار مبروك وهارد لك لفرنسا ودوزيام فرنسا وأحفاد فرنسا. أنا شمتان أحفاد فرنسا النهارده كانوا محيحين.
فرنسا وأحفادها ودوزيام فرانسيس وتروازام فرانسيس وكاتريام فرانسيس. لكن الحمد لله عملوها الرجالة. مليار مبروك، مليار مبروك، وإن شاء الله الكاس مغربي بإذن الله. مبروك، ألف مبروك للمغرب. إيش هذا يا مغرب؟ إيش هالروعة؟ إيش هالأناقة؟ اليوم يا جماعة بصراحة شكرا للمنتخب المغربي إنه بيعطينا دافع قبل ما تبدأ المباراة. اليوم أنت بتحضر في المباراة بتشعر هيك من قبل المباراة إنه والله أنا بدي أتابع منتخب عربي راح يفوز، منتخب عربي راح يفش غلي، منتخب عربي راح يخليني إن أنا أستمتع في المباراة، راح يخليني إن أنا أنبسط في النتيجة. وهذا الشيء إحنا بصراحة كعرب نادرا لما إحنا نعيشه. شكرا للمنتخب المغربي اللي فرحنا كثير، والله جمايل المنتخب المغربي علينا بصراحة كبيرة. احنا بحكيكم احنا بالوطن العربي فرحتونا بكرة القدم بكل شيء، نتكلم عن النتائج، الأداء، الأسماء، النجوم، ومش فقط حتى النجوم المغرب اللي على مستوى القارة الأوروبية. ألف مبروك هذا الإنجاز الرائع الكبير المستحق، وشكرا جزيلا. خلينا نعرف نصور مان تو مان يا جماعة، خلينا نعرف نصور مان تو مان، مش عارفين نصور من ورا مباراة المغرب. مبارك 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 مبارك. انجاز تاريخي للمغاربه بعد ما قالوا صدفه 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 صدفه. كل ماتش يفوز بيه المنتخب المغربي للشباب يقولوا صدفه، كل ماتش، ويتمنوا فوز المنتخب المنافس كل ماتش. ومنتخب المغرب برضو بسم الله ما شاء الله اللهم لا تقواس يكمل ويفوز، والنهارده بيحقق انجاز تاريخي بالوصول لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنه. انجاز تاريخي، انجاز العالم كله هيتكلم عليه، انجاز عمره ما يكون صدفه، عمره ما يكون بالمجامله، عمره ما يكون بالتلاعب والكواليس، وعمره ما يكون بالحاجات دي خالص، ولا بالحظ، ولا الكلام اللي فضل يتقال في كل ماتش. كل ماتش المغرب يفوز صدفه، يفوز على اسبانيا بالصدفه، يفوز على البرازيل بالصدفه، يفوز على كوريا بالصدفه. طيب النهارده المغرب في نهائي كأس العالم للشباب، حدث تاريخي. احنا اتكلمنا على المنتخب الكبير وعملنا بصوا كنا فرحانين ومش مصدقين نفسنا احنا كمان واحنا بنتفرج على منتخب المغرب في 2022 والتأهل الى السيمي فاينل، وكان المنتخب المغربي قريب جدا من الوصول للفاينل وخرج امام فرنسا اللي هو نفس المنتخب اللي النهارده المنتخب المغربي للشباب تحت 20 سنه فاز عليه. رغم انه الشباب دول فازوا على اسبانيا والبرازيل وما كانش فيه اهتمام قوي في المباراتين دول عشان كان في بعض الاحداث اللي كانت بتحصل، فبعض الناس ما ركزتش مع الشباب دول وفي ناس كتير ركزت برضه. ولكن قصدي انه الشباب دول ما خدوش حقهم من الاول، يعني ما خدوش يعني لازم نشجعهم قوي من الاول. ليه؟ عشان هم عملوا انجاز انت مش حاسس بيه. هم كسبوا امريكا وكوريا وفرنسا والبرازيل واسبانيا، 5 منتخبات. لو قعدت تفكر كده ما شاء الله، لو قعدت تفكر انك انت اي منتخب في افريقيا يفوز على المنتخبات دي في بطولة واحدة